اهلا بيكم. في شيء موجود في الدنيا اسمه الاولويات، بمعنى انك لو جعان ومش مسرح شعرك اكيد هتاكل الاول لان ده الاهم وبعدين تسرح شعرك. والحاجة التانية لو ما عندكش الحاف وضوافرك طويلة اكيد هتشتري الحاف الاول وبعدين تقص ضوافرك. انت لو شبعان وعندك اللحاف اكيد ساعتها وقتها من البديهي والمنطقي ان الشعر المنكوش وقص الضوافر شيء بديهي لأي إنسان طبيعي ببساطة بيسعى للرقي والكمال بترتيب أولويات عقلاني ومنطقي. الإنسان الفاشل هو اللي هيسرح شعره الأول ويقص ضوافره. ليه؟ وسبحان الله لا لاقي ياكل ولا قادر يستر نفسه من برد الشتاء. مرتضى منصور أرغب بشدة في دعم المستشار مرتضى منصور اللي بيجيب حق النادي، بس محتاج واحد بس يقول لي إيه الحق اللي جابه للزمالك من قبل عشان بس أدعمه وأنا مقتنع. قعدت طول عمري أدعم المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، والله حتى وهو مش موجود كنت بحب الراجل ده لله في لله وبقول قوي السيف والدرع هيجيب حق النادي، لكن الحقيقة والصراحة إنه عمره ما كان قوي إلا على الزمالك فقط. ندخل في الماتش. النسيان ده مش زرار، ده بمجهود ومش سهل، بيجي بمجهود، حاجة بتيجي بمجهود ومش سهل على الإطلاق. عموما المسامحة مش قرار، دي حاجة بتاع ربنا ويا حصلت يا ما حصلتش. عشان ننسى ونبدأ من أول وجديد، عشان ننسى اللي فات ونبدأ من أول وجديد لازم نموت نفسنا في ماتش المريخ. ماتش حياة وموت، ماتش الموسم بالنسبة لي. الثلاث نقاط حياة أو موت. هنسمع ونشوف ونلتمس العذر ونقدر ونفهم قبل ما نحكم وناخد أي قرار. إبراهيم نور الدين علامة استفهام كبيرة يا راجل. بدأت الماتش وقلت يا رب ناخد دفعة معنوية النهاردة ويا رب ما يجيش اجوان بدري. في أول دقيقة كالعادة ما كملتش نص دقيقة محمد عبد الغني هرس رجله حسام حسن، داس على رجله. حسام حسن نغز الكرة وعبد الغني ما لحقهاش على الإطلاق والفار استدعاه. سبحان الله كل الناس شافتها إلا إبراهيم نور الدين. الحمد لله إنك ما حسبتهاش، بس الغريب إنك خفت تحسبها يا إبراهيم يا نور الدين. الحاجة التانية بينالتي زيزو. صحيح البينالتي ما فيهاش إتاحة فرصة، ولكن أنت معاك الفار. الكرة تحت حوز الزيزو ما غيرتش اتجاهها على الإطلاق. اللاعب نزل على الأرض حتى لو جت في إيديه، اللاعب نزل على الأرض حتى لو جت في إيديه ما غيرتش. سبحان الله. سيب اللعبة تكمل وبعدين روح للفار ما دام معاك الفار وتقدر تاخد قرار. عموما ما كانتش بنالتي على الإطلاق. علامة استفهام كبير على إبراهيم نور الدين. سيف فاروق جعفر لاعب للمستقبل وان شاء الله يكون فرجاني ساسي جديد مش امام عاشور بس ياخد ماتشات وياخد ان شاء الله الفتره الجايه ماتشات اكتر وفترات اطول. شيكابالا مثل العطور كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وصارت افضل. اخيرا جوزفالدو فيريرا ماتش بذكريات العام الماضي.